محمد وهبي خرج باسماء صدمات بزاف ديال الجماهير، كاين اللي فرحان برجوع بعض اللاعبين وكاين اللي ما فهمش كيفاش اسماء اخرى ما تعطاتهاش فرصه. ولكن الحاجه اللي واضحه هي ان المنتخب المغربي داخل بوجه جديد وطموحات كبيره قبل كاس العالم. واليوم غادي نهضروا على اللائحه كامله، لاعب بلاعب. غادي نعطيكم الراي ديالي بصراحه، شكون يستاهل الرسميه، شكون ممكن يفاجئنا، وشكون بالنسبه ليا مازال ما مقنعش. ولكن قبل ما نبداو دير لايك للفيديو، خلي لي رايك في الكومونتير، واش انت مع اختيارات محمد وهبي ولا لا. وما تنساش الاشتراك حيت القادم غادي يكون ناضي. دابا نبداو بالحراسه. اكيد ياسين بونو باقي هو الحارس الاول بلا نقاش، تجربه كبيره، شخصيه قويه وعنده هدوء كيعاون المنتخب بزاف في المباريات الصعيبه. معاه منير المحمدي اللي ديما حاضر وقت الحاجه، وزيد عليهم رضا التاكناوتي اللي رجع من جديد، وهذا الرجوع صراحه فاجأ بزاف ديال الناس. كاين اللي شافها فرصه ثانيه مستحقه، وكاين اللي قال كاين حراس اخرين كانوا اقرب. اما الدفاع فعندك اشرف حكيمي، السلاح النووي ديال المنتخب، سرعه، خبره، هجوم، دفاع، لاعب عالمي بمعنى الكلمه. نصير مزراوي لاعب عنده جوده كبيره مني كيكون واجد بدنيا. نايف اجرد وعيسى ديوب غادي يعطيو القوه في القلوب الدفاعيه. وشادي رياض لاعب شاب عنده مستقبل كبير بزاف. وزيد عليهم رضوان حلحال، يوسف بالعمري، انس صلاح الدين، وزكريا الواحد. وهنا كيبان ان محمد وهبي باغي يجرب دم جديد ويعطي فرصه للشباب. وسط الميدان بالنسبه لي هو اقوى خط في هذا المنتخب. سفيان امراب المحارب اللي كيقاتل على كل كره، وناحي اللاعب اللي عنده لمسه سحريه في الخروج بالكره، وبلال الخنوس موهبه عالميه، والصباري لاعب عنده حلول هجوميه كثيره. نائل العناوي وايوب بوعدي بصراحه اسماء مستقبليه كبيره. هذا الشيء كيبين ان المنتخب المغربي غادي يبني فريق قوي لسنوات جايه. اما الهجوم فهنا كاين النقاش الكبير. ابراهيم دياز لاعب عنده مهارات خياليه، زلزولي سريع وكيخلق فوضى في الجهه ديالو. وما نساوش انه في التشكيله المثاليه ديال الدوري الاسباني. سفيان رحيمي مقاتل وقدر يبان في المواعيد الكبيره. ايوب الكعبي مهاجم قاتل قدام المرمى. شمس الدين الطالبي، ايوب ميموني، وياسين جاسيم. هاد الاسماء كتعطيك الاحساس ان المنتخب باغي السرعه والمهاره اكثر من اللاعب التقليدي. دابا نعطيكم الراي ديالي بصراحه، انا كنشوف هاد اللائحه فيها الجرأه بزاف. محمد وهبي ما بقاش كيعتمد غير على الاسماء المعروفه، ولكن بدا كيدخل في مواهب جديده. صحيح كاين بعض الغيابات اللي غادي تبقى مطروحه للنقاش، ولكن الا عطينا وقت لهاد المجموعه ممكن نشوفوا منتخب مرعب في كاس العالم. اما التشكيله اللي كنشوف مناسبه بهاد الاسماء فهي بونو في الحراسه، حكيمي، اجرد، عيسى ديوب، مزراوي. اما في الوسط نائل العناوي، ايوب بوعدي، واناحي، ابراهيم دياز، الزلزولي، سفيان الرحيمي. هاد التشكيله بالنسبه لي متوازنه بزاف، فيها السرعه، الضغط، وصناعه اللعب. وزيد عليها لاعبين يقدروا يبدلوا الماتش من الاحتياط بحال ايوب الكعبي، بلال الخنوس، والصباري. وبالمناسبه اي واحد باغي يتابع كاس العالم والقنوات الرياضيه كامله بجوده اتش دي وبدون تقطيع بثمن مناسب بزاف، اللي مهتم يتواصل معايا، النمره نخليها لكم لتحت. في الاخير واش هذا المنتخب قادر يعاود انجاز مونديال قطر، ولا المنافسه هذه المره غادي تكون اصعب؟ اكتب رايك لتحت، ما تنساش اللايك والاشتراك. نشوفكم في فيديو جديد.